ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد. مهما كان ولدك مزعجا ومهما كان صاحب مشاكل أو عقوق، انتبه لا تدعو على ولدك. أقبل رجل يوما إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده، يقول ماذا أفعل؟ ولدي عاق. فسأله ابن المبارك سؤالا واحدا، قال له هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال اذهب فقد أفسدته. أنت الحين تدعو عليه وتريدني أنا أعطيك العلاج، أنت تدعو الله أن الله يهلكه ويصيبه ويفعل، أجي أنا وأقول يا ربي أصلحه. قال اذهب فقد أفسدته. وكان الفضيل بن عياض يدعو ويقول اللهم إني اجتهدت في تأديب ولدي علي فعجزت عنه، اللهم فأدبه لي، اللهم فأدبه لي. شوف هذا الدعاء كيف ما كان يدعون على أولادهم حتى لو فسدوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. مهما فسد ولدك لا تدعو الله عليه. والله يا إخواني وأخواتي، ربما أحيانا أن رسوب ولدك في المدرسة هو بسبب دعائك وأنت لا تعلم. كم واحد يا جماعة زعل وقال لولده الله لا يوفقك؟ كم واحد يفعل ذلك؟ ولا جعلك تموت، الله يقطع عمرك، ونحو هذه من الدعوات اللي تطلع أحيانا. فإذا الولد ما وفق في دراسته، ولا أرسله أبوه قال له رح اشتري كذا ولا وفق، أو شرى له السيارة ولا وفق، أو فصل له ثوب يلبسه وبعدين الثوب تشقق ولا وفق، قال يا أخي ولدي هذا أكيد عنده مشكلة. مشكلته أنت ودعائك عليه. انتبه لا تدع على ولدك. اجعل دائما على لسانك الله يصلحك، الله يهديك، الله يصلح قلبك، ونحو هذه من الألفاظ. أما أن الإنسان يقول الله ياخذك، الله لا يوفقك، الله يقطع كذا، الله يقطع عمرك، الله، انتبه لا تكن ممن يدعو على أولاده. وكم من دعاء استجيب ربما وأنت لا تعلم أنك السبب فيما وقع لولدك. أحيانا الواحد يدعو على ولده بالموت ثم يموت ولده فجأة، ولد ما يدري أن هذا من دعائك قبل سنة ولا سنتين. أذكر رسالة وصلتني قبل سنوات من امرأة يعني حزينة، يعني واضح من أسلوبها في رسالتها الحزن والندم، لكن سأعطيكم المختصر. أرسلتها على جوالي تلك الأيام، فتقول إن ولدي تزوج وسكن هو وزوجته معنا في البيت، وحدث مشكلة يوم من الأيام بيني وبين زوجته، فكنت أنتظر من الولد أن ينتصر لي، يعني إما مثلا يصرخ بالزوجة أو يخاصمها أو يضربها أو كذا. الأم تريد الولد أن ينتصر، أن يشفي صدرها يعني. لكن الولد لم يفعل، جاء وحاول يحل المشكلة بهدوء وكذا، والأم تقول له اضربها، أدبها، تصرخ على أمك، تفعل وتفعل. فالولد لما رأى أن المشكلة كبرت غضب وزعل وجاء طالع من البيت. فغضبت الأم، كيف تطلع وأنت ما ضربت زوجتك؟ فقالت للولد وهي غضبانة الأم، قالت رح جعلك تحت تريله. تقول والله ما أذن المغرب إلا وفيه، تعرفوا في السابق كان في الوايتات هذه اللي تسقي الزرع في الرصيف اللي بين الشارعين، كانت في السابق، أنا الآن ما أشوفها يعني، لكن في السابق كنا نراها تكون موقفة على جنب كذا، والعامل يسقي الزرع، يمشي وراء الوايت وهو يسقي الزرع اللي في الجزيرة التي بين الشارعين. فكان في وايت موقف والولد ما انتبه، مشغول بأي شيء. تقوله مسرع وضربه ودخل تحت التريلة ومات. فهي تسأل تقول هل يلزمني شيء؟ هل يلزمني صوم؟ هل أعتبر أنا الذي قتلته؟ إلى آخره. وكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. حتى سيارتك لا تدعو عليها، كمبيوترك، جوالك، أموالك لا تدعو عليها. الإنسان قد يغضب ويدعو، قال لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها فيستجيب لكم. ولذلك الإنسان يحذر أكثر من الدعاء لأولادك. وأصلح لي في ذريتي، ربي هب لي من الصالحين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم،
اللهم بغض إليهم الفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. يا رب احفظ ولدي من المخدرات ومن التدخين ومن المسكرات. اللهم اجعله من أصحاب الخير. اللهم حبب إليه أهل الخير. ونحو ذلك من الأدعية التي لا تنسى ولدك منها. ولا تدعو فقط لولدك إذا كان فاسدا، لا، بل حتى لو كان صالحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو عليه الصلاة والسلام ثابت على الدين، لكن يريد أن يزيده الله تعالى ثباتا عليه، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا. ولذلك احذر من الدعاء عليهم، وأكثر دائما من الدعاء لهم. يقول عليه الصلاة والسلام 3 دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. ما هي؟ قال دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده.